احنا عندنا مشكله حقيقيه مع قيادات الجيش المرتشيه تمام. الفاسده اللي بتقبض من دول اخرى هدايا ورشاوي علشان يغضوا البصر عن الانقلاب اللي فات مثلا على الرئيس مرسي مثلا، يعني لما كل ضابط منهم اتعكم علشان يقبل ان يحصل انقلاب على رئيس منتخب لسه اول امبارح. ماشي، دي قضيتنا مع الجيش، ان انت لو هتبقى ضابط جيش ما ينفعش انا اقبل على نفسي كمواطن مصري ان الجيش بتاعي يقبض فلوس من امريكا. يعني ايه ضابط مصري يقبض فلوس من امريكا؟ يعني ايه تاخدوا عمولات سلاح؟ مصطفى يعني ايه بكري. تاخدوا 15% عمولات على السلاح؟ لما تشتروا سلاح ب 20 مليار تاخدوا 3 مليار تحطوهم في جيوبكم يا معفنين. ده هيبطل خالص، انما الجيش مش هنفككه طبعا. مش بس الجيش، مش بس الجيش الجيش. بتاعنا مش بس الجيش. يعني شوف انت بتتكلم في ايه، ازاي جنرال عندنا ياخد فلوس من بره. هنا في امريكا احنا سجلنا عضو كونجرس بياخد فلوس من مصر. يعني واحد زي مصطفى بكري اللي مدلدل لسانه عليك قد كده، اللي خد فلوس وهو عضو مجلس الشعب من ليبيا ومن السعوديه ومن الخليج، ويعني عمال يجيب فلوس من بره، وجريده الخميس وجريده السبت وجريده مش عارف ايه. على فكره يا شريف، ده مش اول مره ولا اخر مره تعمل كده. وانا شايف بصراحه يا شريف ان انت ما تنجش الفيديو بتاعك بانك تجيب سيرته. لا انا بتكلم ان احنا عندنا عضو مجلس الشعب اللي يوازي عضو الكونجرس بره بيجي له فلوس وبيتعيق بيها وماشي وبيشتري لنفسه املاك وكل حاجه. الجنرالات عندنا عندهم الفلوس متلتله وناهبين البلد جوه، وغير الفلوس اللي جايه من بره مقابل ان هو يفضل كتمك وراكب على نفسك وراميك في السجن. يا ريته بس كده، ده مقابل ان مصر لا تتقدم. هو ده الهدف الحقيقي. طبعا مفيش دوله يقودها جيش بتتقدم ابدا.